ها انتم مشاهدينا كتشاهدونا عمليات ديال الترقيع اللي عاد مواطنين وهما كيقوموا بهذه المهمه عوض المجالس القرويه اللي كاين هنايا. كنعاود ناكدوا مره اخرى اننا في الطريق الرابطه بين دار السي عيسى والجامعه القرويه والبركي. هذا الطريق للناس مواطنين عندهم الدور في غياب دور مجلس بلدي، غياب دور مجلس قروي هنايا، وعادوا الساكن هنايا صافي مسيره كيبان كلشي، وعادوا الناس عاد تقريبا المجلس وكنعرفوا هنا مرصود اموال مهمه ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من غير الاموال اللي كترصد الجماعات القرويه على اساس انها تصرف في مشاريع كهذه. وكنقولوا هنايا راه كيبقى انه هذه المشاريع وهذه الفلوس وهذه الاعتمادات الماليه كتصرف شي حوايج اخرين الله اعلم بمآلها في كتصرف وشكون كياكل وشكون كيتنفع منها. اما في البنيه التحتيه ولا في الطرقات ولا كساكنه راه ما كيستافدش شي حاجه. كنعاودوا حنا كنتكلموا مره اخرى نحلوا راسنا على موضوع اخر، وكنبداو كنركزوا على الورش الملكي، الورش اللي صهر عليه جلاله الملك انه باش يرفع الهشاشه ويرفع الظلم والغبن على مجموعه ديال المغاربه، على مجموعه من الناس اللي عندهم نوع من الهشاشه وانهم في عتبه الفقر او تحت عتبه الفقر، واللي منهم بزاف تاع الناس اللي كلهم كتعتبروا من منتسبي هذه المناطق اللي بحال هذه. وكهذه المنطقه اللي كنقولوا حنا كالجماعه القرويه ديال دار السي عيسى ومجموعه الدوائر اللي كنا ذكرنا في الطريق الرابطه بينها وبين الجماعه القرويه من البرقي، وزيد على وقيس على ذلك مجموعه من الجماعات القرويه اللي متاخمه او في حدود منتميه ترابيه لاقليم اسامي. الساكن هنا كتشكى كتقول لك عمرهم شافوا شي حاجه من اي اعتمادات ماليه، من اي تحسين وضعيتهم الاجتماعيه، من اي ورش انه يستافد منه. وكأكدنا انه في الورش الملكي اللي رعاه جلاله الملك محمد السادس ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، الناس في مناطق اخرى استافدت، انه في تربيه الابقار، تسمين العجول، تربيه النحل، تربيه الدواجن. واش كاين هنا شي واحد هنا من الساكنه استافد من هذا الشيء؟ الناس كاين شحال من مشينا الاماكن قرويه وقينا ناس استافدت انه في الاطلس اللي كيتسنسوا الناس المغرب العميق، الناس استافدت في الابقار، استافدت شاعبه هاد الحفره اللي كاينه في جنب الطريق. حل يا خويا اللي مصور هاد الحفره الا كان ممكن. كنعاود ناكدوا هنا بزاف تاع الناس كيفاش ممكن انه يستافدوا من فلوس المبادره الوطنيه فين مشى. ها انتم في الطريق هذه بالصدفه باش لان بزاف تاع الناس كيتشكاو الكار ولا كيطيح فيه شواعب هاد الحفره بحال هذه في هاد الطريق هذه هنا على هذا المسار كامل. كيغادر الانسان في الليل وما كاينش الضوء هنايا واللي غادي بكار ولا راه عارف ان الطريق يدوز مع الكار وما يدوزش السيارات وطاح في هاد الحفره هذه هنايا. كيغول هاد السيد هذا ها انتم كي كتشوفوا هنا في هاد المكان هنايا الطريق كلها مكربصه ما كاينش انسان علاش يعول ولا فين يمشي. كي قلنا هنا راه غير الكراول هنا اللي كيمشوا. هانتوما الطريق انتم عباد الله شو الطريق كي مكربصه هنايا، الناس راه كلشي مكربص في هاد الطريق ما يبقاوش ملي يدوزوا. هانتوما عباد الله شوف لا خطا الكراول يدوزوا من هنايا كل هاد الطريق مكربصه. ها كي غيدير الانسان تا غيتحرك الطريق بحال كلها حفر. ها الى الله المشتكى ما بقيناش نقولوا الى المسؤول المشتكى حتى واحد بقى بغى يتحرك. ها انتم عباد الله كلها حفر. الطريق هذه هنا في طريق فلاحيه كدير شي دوار. فلاحيه كدير هذاك الدوار راه شتي كاينين الناس ساكنه تما تقريبا واحد ما كاينش يسمي دوز هنا الصخور ما كاينش وتقول ما كاينش. دابا الناس كطالب بالكهرباء يعني درنا الطلبات درنا دفعنا المسائل ديالنا ما كاينش اللي جاوبنا ولا قلنا السلام عليكم. ولكن اغلب التقارير هنا كتقريب الكهرباء من المواطنين تقريب الخدمات العموميه تقريبا ما كاينش شي حاجه. لا والو تقول والو. السيد راه اضطر راه باغي يخوي في حالاته قال لك انا ولادي تيعاتبوني لا تلفازه لا التليفون باغي تشارجيه لا والو. يعني ما كاينش يعني هاد المشاكل كاع ما القرن 21 باقي الناس كدوز باقي يعني دابا هذا السيد راه ماشي واحد ماشي جوج راه الناس ساكنه هنا كتقول لك اودي حنا غنرحلوا ماشي واحد اللي ساكن تما راه عده ناس راه كاينين السكان تما ما بغاوش اودي يحلوا هذا المشكل. حنا مشينا ليهم دفعوا الطلب ديالهم تقريبا واحد 10 سنوات وما يزيد عليها. الناس راه انتهت من هذا المشكل وحنا راه باقيين طايحين فيه فهمتي. النقل المدرسي راه